خلونا نبتدي النهارده بالحاجه الكومن جدا والترندي جدا، وهي الاسئله عن الفيلر والبوتوكس للوجه، لان هم من اشهر الحاجات اللي الناس دايما بتسال عليهم. الفيلر الهدف منه ان انا اعوض الفوليوم اللي بيقل. معظم حياتنا احنا قاعدين او واقفين، مش نايمين على ظهرنا، فده بيؤدي الى ان الجاذبيه تشتغل وتشد الانسجه الرخوه لتحت. في نفس الوقت مع تقدم السن ومرور العمر بيبتدي يقل كميه الانسجه الدهنيه اللي موجوده تحت الجلد، فبنبتدي نعوضها بالفيلر. عندنا مواد كتير بتشتغل على ده، بس اشهرها واكتر حاجه واخده موافقات عالميه حاليا، واكتر حاجه كمان احنا بنستخدمها، اللي بتعتمد على ماده حمض الهيالورونيك اللي موجود اساسا جوه البشره، لكن احنا بنعوضه بطريقه علميه وسليمه علشان نقدر نوصل للمظهر الشبابي اللي احنا محتاجينه للبشره. الفيلر زي ما قلنا ممكن يستخدم علشان يملى اماكن ابتدت تقل الفوليوم اللي موجود فيها، وفي نفس الوقت انه ممكن يعمل سبورت لبعض الاماكن التانية، ويعمل اليفيشن او شد لبعض مناطق البشره. طيب لو منطقه واحده او شخص محتاج يتحقن له بوتيولينم توكسين وفيلر، ده هيبقى حسب الاحتياج. بمعنى ان لو منطقه واحده اللي احنا داخلين نشتغل عليها، بنريح اكتر الجلد بالبوتيولينم توكسين ونزود بعد كده او نكمل بالفيلر. انما لو ببص للوش ككل، عاده ببتدي بالفيلر الاول عشان اعوض النقص اللي ابتدى يحصل في المناطق الدهنيه، وبعد كده باقي التجاعيد بكمل عليها بالبوتيولينم توكسين. دي فكره عامه ومبسطه عن حقن الفيلر والبوتيولينم توكسين اللي ما بيتعارضوش مع بعض، كل حاجه منهم ليها اكشن مختلف عن الثانيه، الاثنين بيكملوا بعض. المهم المحتاج ايه وهيتعمل ازاي والطريقه الملائمه لذلك.